اكلتي المفضله اللي بحبها دايما يا جماعه. بس عايزه اقول لكم بقى كده، انا قلت اخبيها الاول عشان ما تتخضوش. انا بحب يا ولاد، انا بحب الكرشه. بس الكرشه بصوا بتبقى شكلها بالشكل ده كده. بامانه انا بحبها، بس ما بحبهاش اكلها من بره، احب اكلها كده لما اعملها بايديا وضامنه نظافتها. كرش العجل ده كان موجود عندي في الفريزر، فقلت كده اما اطلعه وحطيته على صينيه كبيره زي ما انتم شايفين، كان لسه متلج، فقلت اشوف كده هينضف باي طريقه زي ما انت شايفه كده. اول ما تبداي معاه تشوفيه هيطلع بايديك، يتضافر ايدك كده بسهوله، هيطلع معاكي بالسكينه بسهوله. لقيت اماكن كده بتطلع واماكن لا، فقلت لا بقى يلا ننضفه بقى بالطريقه المعتاده بتاعتنا. فادام كرش العجل ده وهو سخن وطالع من بطن العجل وما تحطش فيه شويه ملح واتركن في الفريزر، هيبقى صعب معاكي في تنظيفه. بس يلا الله المستعان، ويلا نبدأ كده نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وننضف بقى كرش العجل بتاعنا. ميه كده سخنه من السخان، بدرجه حراره السخان تقدري تحطي ايديكي فيها، وانزلي كده بكيس بيكنج باودر فيها، وابدأي نضفي لغايه ما اخلص كل الكميه. خلصت كل الكميه ابدأ بقى انضف الظهر، عشان بتبقى لازقه فيه رواسب بالشكل ده كده يا جماعه. خلاص. وكده بقى نضفنا الكرشه بتاعتنا بكل سهوله. ولازم بقى تتغسل تحت ميه جاريه كذا مره. وتعالوا بينا بقى ننضفها، واقول بنحط لها بصوا بقى يا حبايبي، شويه ليمون كده تعصريهم مع شويه دقيق، واغسليها بقى كويس مره واتنين وتلاته. وهنا كنت بشوحها كده بمواد عطريه هي والفشه، بالطريقه دي كده يا جماعه. وبعد ما تستوي اروح شطفها تحت ميه جاريه تاني. طريقه السوا هتبقى موجوده في في فيديو الفشه. خلاص كده يا حبايبي، اروح بقى جايبه البلانشه بتاعتي بعد ما يبردوا، واروح مقطعاهم كده. شايفين شكلهم انتوا في الحله، وشربتهم تحفه بامانه ربنا. بس انا بتخلص بقى من الشوربه دي، واروح بقى مقطعاهم، ونعمل منهم احلى وصفات. شفتوا انتوا بقى الصينيه الكبيره اللي احنا عملناها في الاول؟ قطعنا الفشه وقطعنا الكرشه وعملنا معاهم حاجات تانية كتير، كفتة وكبدة ولحمة راس. عايزة اقول لكم وصفات كتير جمعناها كده، حطيتها على الرف في التلاجة لغاية ما وصلت لأحلى صينية زي ما انتوا شايفين. وعبيت سندوتشاتي، واشوفكم على خير.